عملت لكم مافن الموز بالفروستنج وصوص الكراميل، هيعجبكم قوي قوي. جربوه قولوا لي رايكم فيه ايه. واحلى حاجه فيهم ان هم من غير دقيق قمح. 4 موزات طراي هنهرسهم كويس جدا، وهنحط عليهم بيضتين ونص كوبايه من عسل البانكيك وربع كوبايه من زيت جوز الهند، وطبعا ما تنسوش الفانيليا. قلب قلب قلب، خلوها على جنب. عندنا هنا كوبايتين ونص من دقيق اللوز، وده هو بقى الجمال في الموضوع. هنحط عليه نص معلقه من بيكنج باودر، نص معلقه صغيره من بيكنج صودا، وعندنا كمان ربع معلقه صغيره من القرفه ورشه ملح. قلب قلب قلب، وبعدين حطوا بقى المواد الجافه دي على المواد السائله وقلبوا كويس، وبعدين حطوهم في صواني المافن المتبطنه ومحطوط لها الورق بتاعها، ودخلوها الفرن 180. هتقعد حوالي 20 دقيقه 22 دقيقه. تمام. تعالوا نعمل فراستنج وهم في الفرن. عندنا ايه بقى؟ 100 جرام من جبنه طريه، جبنه اللي هي بتاعه التشيز كيك والحاجات دي. هنحط عليها ربع كوبايه من زيت جوز هند، وعندنا تلتين كوبايه من سكر البودره. هنقلب كويس ونضرب كويس جدا لحد لما تلاقوها بصوا بقت عامله ازاي، طريه وحلوه جدا. الكميه دي بتاعه الفروستنج كفايه قوي على حبه المافنز اللي هيطلعوا من الفرن. بس بعد ما طلعوا وبردوا كده اهو، نبتدي بقى نزوقهم من فوق بالفروستنج. اخر حاجه شويه صوص كراميل على الوش كده. اللي مش عايز فروستنج ممكن جدا ياكل المافن كانهم مافنز عاديه خالص من غير فروستنج كده، حتى بالنسبه له تبقى اخف. ولو بيعمل الناس بتعمل دايت ده مناسب جدا ليهم. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. تعالوا بقى نفتحها كده ونشوف الخفه. يا عيني على الخفه، يا عيني على الخفه. الله الله الله. مم. 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 المافن ده ادمان، سواء بالفراستنج والكراميل ولا من غيره. يلا وطبقوا الوصفه واكتبوا لي قولوا لي عجبكم ولا لا. انا شخصيا رائع بالنسبه لي. ربنا يستر ما اخلصش دول لوحدي.